هو إيه التصرُّف السليم في حالات الطوارئ؟ يعني بنفتح كده الواتساب أو رسايل الصفحة نلاقي حد باعت يا دكتور ابني اتخبط في دماغه أعمل إيه؟ يعني مثلًا اتخبط الساعة 02:00 وإحنا نايمين، يعني هنصحى الصبح مثلًا نرُد على الرسالة بعدها ب4، 5 ساعات، ألاقي 50 رسالة يا دكتور رُد أرجوك مش عارف إيه، باتصل ما حدش بيرُد. حالة مثلًا سُكّر، طفل عنده السُكّر ودايخ ومغيبب كده ومش عارف إيه، نعمل إيه يا دكتور حد يرُد علينا. يا جماعة حالات الطوارئ لازم تجري على الطوارئ، هي اسمها طوارئ عشان كده، أي حد عنده حالة طارئة يجري على الطوارئ، ما تروحيش لدكتور في عيادة، ما تتصليش بدكتور، ما تبعتيش رسايل للدكتور، ما تخشيش على جروبات الماميز وتكتبي يا جماعة أفيدوني ابني مش عارف عنده كذا وكذا وكذا، الوقت اللي ضيعتيه ده كله كان ممكن نلحق الحالة وما لحقناش بسبب إن إحنا ضيعنا وقت كتير، طفل اتخبط في دماغه وجاله لا قدر الله نزيف في المخ والّا حاجة، ضيعت وقت ولا رُحت عملت إشعاعات ولا حد شافه. ما تروحيش حتى عيادة الدكتور، ما أنتِ هتضيّعي وقت وتروحي العيادة والدكتور هيحوّلِك على المستشفى برضه، ليه؟ محتاجة نقيس مثلًا أسيتون، نعمل EPG شوية تحاليل وفحوصات وحاجات مش هتلاقيها في عيادة، الطوارئ لازم تروحي مكان مجهّز، أي طوارئ، مستوصف، مستشفى حكومة، مستشفى خاصة، أي طوارئ فيها مكان مجهّز هيفيدِك 1000 مرّة من أي مكان تاني، خلاص؟ فأي حد هيقابلِك في الطوارئ هيفيدِك، إن شاء الله دكتور بقى ممرض، يعني لو طالب في كلية طِب لسه بيتدرّب هيفيدِك. لكن لو رُحتِ عيادة، رُحتِ تسألي على النت، تبعتي رسايل، مهما عملتِ كل ده ضيّعتِ وقت وضيّعتِ فرصة الشفا، لإن الثانية بتفرق في الطوارئ، فيا ريت الناس اللي يحصل لها أي حالة طارئة تجري على الطوارئ، ما تستنيش، ما تسأليش، يا رب ننشر المعلومة دي عشان خاطر ناس كتير تستفيد.